الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل. وأشهد أن إمامنا وأستاذنا ومعلمنا نبينا محمد فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، فصلوات الله على السراج المنير المبشر بجبريل صاحب الغرة والتحجيل، المذكور بحق في التوراة والإنجيل. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خير من صلى وصام، وخير من قام بالليل والناس نيام. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام في أول هذه الحلقة من حلقات فتاوى رمضانية أعيش فيها معكم على الهواء مباشرة عبر 60 دقيقة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يجعل هذا الوقت في موازين الحسنات، وأن يجعل كلامنا ومشاهداتكم في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، يعني حينما يدخل رمضان وتكثر فيه الأحداث، أحداث الصوم وأحداث القيام والمشكلات التي تعرض للناس أثناء فترة الصوم، تتبادر الأسئلة وتتواتر الأسئلة على الناس، ويعني يخرج بينهم هذه التساؤلات فيلقونها على أهل العلم لعلهم أن يجدوا لها جوابا بإذن الملك الواحد الأحد. إخواني الكرام، فرصة طيبة ونحن في شهر فضيل وفي أيام مباركة أن نسأل ونجيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما أتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل يسأل والنبي يجيب والصحابة يستمعون، فيها إفادة طيبة وأمر مبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. أخي عبد الله، اتفضل يا أخي. كثيرا. بارك الله فيك. حضرتك الواحد طبعا الأيام دي أيام حر شديدة يعني، فالواحد بيضطر ان هو مثلا يملى البانيو ميه كتير، واخد بال حضرتك، ويقعد فيها. فهل في اثناء الصيام يعني، فهل ذلك يؤثر على الصيام؟ يعني انت بتجلس في قلب البانيو نعم في نهار رمضان وهو بنية التخفيف من شدة الحر. من شدة الحر يعني، هل ده يفسد الصيام؟ نعم. تسمع الإجابة يا أخي، أسأل الله يتقبل منك صومك. ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. حضرتك أنا دخلت مثلا في صلاة مثلا العصر أو صلاة الظهر مثلا، فمش عارف انا دخلت في الركعه الاولى او في الثانيه. نعم. فانا قمت بعد الامام، رحت جايب ركعه ثانيه ورحت ساجد سجدتين سهو. يعني انت حصل عندك نوع من انواع النسيان يعني فيما ادركته مع الامام. مش فاكر انا دخلت في الاولى او في الثانيه. نعم. فقمت رحت مصلي في الاخر ركعه، ورحت مصلي ركعتين سهو. سجدتين سهو. نعم ايوه. تقصد سجدتين سهو ولا ركعتين سهو؟ سجدتين سهو. الله يفتح عليك. تسمع الإجابة يا أخ عبد الله، أسأل الله يتقبل منك إن شاء الله. معنا اتصال أخت أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، كانت والدتي السنة اللي فاتت رمضان اللي فات كانت تعبانة في المستشفى وما صامتش، فهي توفت يعني من 15 يوم، وأنا كنت بسأل يعني أطلع لها إطعام مسكين عن صيامها اللي هي ما صامتوش السنة اللي فاتت. هل هي حضرتك لو عطا إن كان مسكين؟ نعم. هل هي ظلت مريضة حتى ماتت؟ هي من السنة اللي فاتت كان جات لها جلطة، ومن ساعتها وهي كانت مريضة ما بتتكلمش، وكانت يعني تعبانة قوي يعني. نعم. فهي ما صامتش رمضان اللي فات كله لأنها كانت في المستشفى. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. الله يخليك. وحاجة تانية كمان. نعم. يعني أنا الحمد لله رب العالمين بحفظ القرآن، وكنت وعداها إن أنا هحفظه يعني، فهل ان انا ممكن اوهب لها ثواب حفظ القرآن دوت، او هي يبقى ليها الجزاء عليه لو انا حفظته واتميته يعني على خير؟ هل لها جزاء يعني على حفظك؟
حاضر حاضر. نعم. هل لها جزاء على حفظك إن شاء الله؟ ربنا يجعلك وفية بأمك وبارة بها يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أخونا عبد الله بارك الله فيه يسأل سؤالين. السؤال الأول بيقول إن الجو حر وهو بيتعب من شدة الصوم، فبيملأ البانيو مية وينزل في قلبه يقعد فيه، فهل هذا يبطل الصيام؟ أقول وبالله التوفيق أن هذا الفعل لا يبطل الصيام طالما أن الماء لم يدخل إلى فمك أو إلى جوفك. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان إذا اشتد عليه الصوم سكب على رأسه ماء، يعني النبي عليه السلام كان الصحابة يفرغوا على النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه من شدة الحر ماء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند. وروى الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم أن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان هذا إمام عظيم خادم النبي عليه الصلاة والسلام، عمر من العمر أطول الصحابة، عاش فترة طويلة من الزمن. أنس بن مالك لما كبر وكان يحس بشدة في الصيام صنعوا له قطعة من الحجر نحتوها، الحجر الصوان نحتوا من أجزائها كأنها يعني شبه يعني حاجة شبيهة وقريبة من البنيو، فكانوا يملؤونها له ماء فينزل فيه. فعليه قال أهل العلم إذا اغتسل الصائم بقصد التخفيف من شدة الصوم أو نزل في ماء البحر ليخفف عن نفسه أثر الصوم أو ملأ إناء كالبنيو أو الحجر اللي كان عامله سيدنا أنس بن مالك، وهذا الخبر في الصحيح، فلا بأس عليه وصومه صحيح ما دام أنه لم يدخل ماء إلى حلقه أو إلى جوفه. صيامك صحيح أخ عبد الله وافعلها ولا بأس. أسأل الله أن يتقبل منك. يعني لو واحد تعبان من الصيام له أن يغتسل، وهذا ما يسميه العلماء مباحات الصوم، يجوز للصائم الاغتسال. السؤال الثاني أخونا عبد الله دخل مع الإمام فحدث عنده شك هل أدرك الإمام في الركعة الأولى أم أنه قد أدركه في الركعة الثانية، وهذا الشك له 3 مراتب يا أخ عبد الله. شك غلب فيه أنك أدركت الركعة الأولى فينبغي عليك أن تسلم مع الإمام، يعني عندك شك أن لحقت الركعة الأولى ولا الركعة الثانية، الركعة الأولى ولا الثانية، لكن يغلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركعة الأولى، فأنت تسلم مع الإمام ولا تسجد سجود السهو، فهذا ظن لم يأتي إلى مرحلة اليقين. أما إذا كان الشك في الزاوية الأخرى غلب على ظنك الأولى ولا الثانية، إلا أن ظنك غلب عليه أنك أدركت الإمام في الثانية، فيجب عليك أن تقوم بركعة يعني رابعة ثم تسجد سجود السهو لتدفع عنك هذا الذي فيه وسوسة الشيطان لعلك أدركت الأولى. وهناك شك لا يستطيع الإنسان أن يحدد فيه هل أدرك الأولى فعلا أم أدرك الثانية، فهذا الأولى به والأحرى به أن يقوم فيأتي بركعة، يعني ضرءا للشبهة وإبعادا لنفسه من مظنة الشك. أسأل الله أن يتقبل منك صلاتك وأن يتقبل منك صومك وأن يتقبل من المسلمين جميعا صومهم. وأقول لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، صوم الصيف هو سقي أهل الجنة، صوم الصيف هو سقي أهل الجنة، وصوم الشتاء هو الغنيمة الباردة. فهنيئا لكم أيها الصائمون، هنيئا لكم، هنيئا لكم. وتذكروا إخوانكم المسلمين الذين يصومون الآن تحت ضرب المدافع والطائرات في سوريا، تذكروا المسلمين الذين يصومون الآن في برما وهم يتعرضون لحملات الإبادة الجماعية على يد أعداء الإسلام. أنتم في رحمة، أنتم في راحة، أنتم في معية الله. الله أنعم عليكم من كل الخيرات وأفاض عليكم من كل البركات، فاستعينوا بربكم وأتموا صومكم، وجعل الله لكم معينات على الصوم، منها أن تنام بقصد أن تنام لكنك لا تضيع الصلاة، منها أن تغتسل غسل التبرد وغسل التخفيف من شدة الصوم بشرط أن لا يصل إليك ماء إلى حلقك أو تتناول مفطرا بمثل هذا الفعل. هذه أمور أباحها الله سبحانه وتعالى. أختنا أم محمد بارك الله فيها تسأل وتقول أن الأم أمها أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة
وأن يتغمدها في جنته، وأن يجعلها في رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وجميع أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل واليقين الصادق، وأن يغفر لنا جميعا الذنوب، وأن يسترنا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه جواد كريم. أختنا تقول أن أمها ماتت وهي عندها مرض، وظل المرض بها مستمر حتى الموت، ولم تصم رمضان الذي مضى، لم تتمكن من صيام رمضان الذي مضى. فما الحكم؟ الحكم أنه يخرج عنها عن كل يوم إطعام مسكين، لأن هذه العلة تسمى علة المستمرة، لأن العذر إخواني المشاهدين خلي بالكم من المعلومة دي. العذر الذي يبيح للإنسان الفطر نوعان: عذر منقطع زي المسافر اللي يرجع لبلده، زي المريض اللي يخف، زي الحامل التي تلد، زي المرضع التي تفطم، زي وهكذا، زي الحائض التي تنهي، زي النفساء التي تشفى وتبرأ. هذا عذر ليس بمستمر. إذا زال العذر وجب على العبد الصوم، فعليه نقول أن هناك عذر يظل مستمرا بالعبد حتى الموت، مثل المريض الذي لا يرضى له الشفاء، ومثل الرجل الكبير في السن، والمرأة العجوزة التي لا تستطيع الصوم لأنها لا تعود شابة مرة أخرى، ولا يعود الرجل الكبير العجوز الهرم شابا مرة أخرى. وهذا المريض الذي واحد عنده النقرس، واحد عنده مرض السرطان، والأطباء قالوا هذا المريض لا يشفى أبدا، يعني غالبا كهذا في تقريراتهم، فهذا يخرج عنه عن كل يوم إطعام مسكين. ولكن متى يكون الإخراج؟ بعض الناس يقابلك يقول لك أنا والدي ما بيصومش، إطعام لا، ما ينفعش، إنما يكون الإطعام بعد يوم الصوم. وورد في هذا الأمر أثران: الأثر الأول إما أن تطعم بعد كل يوم بعد أن ينتهي، يعني أنت واحد ما بيصومش عنده عذر مستمر، أول يوم رمضان يخلص يطعم مسكين، ثاني يوم يخلص يطعم مسكين. طريقة ثانية قال أن يجمع كل 10 أيام بعضها مع بعض، كل 10 أيام يجمعها، ويجمع 10 مساكين في اليوم 11 ويطعمهم طعام بهذا الطريق، أو يمكنهم ويسلمهم الطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما كبر وغيره من الصحابة كان يجمع في ليلة 29 30 مسكينا فيطعمهم، لأنه لما كبر صار ممن لا يستطيع. فأقول لأختي أم محمد عليكم أن تخرجوا إطعام المساكين عن 30 يوم في رمضان الذي مضى، تخرجوه لهذه الأم الطيبة، تخرجوا عنها كفارة عدم صومها، أسأل الله أن يرحمها. أختنا الكريمة تسأل وتقول هل لها من ثواب، هل أمها لها من ثواب على أنها تحفظ القرآن؟ نعم. ما تفعلين من صلاة، وما تفعلين من صدقة، وما تفعلين من قيام الليل، وما تفعلين من كل عبادة. كل إنسان يفعل خير إذا كان والده أو أمه قد هيأته لهذه العبادة وكان سببا أن يرضي الله في هذه العبادة، سيأخذ هذا الوالد وهذه الأم من هذا السعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب أليس ولدك من سعيك؟ حينما تعلمه الصلاة أليس هذا من سعيك؟ إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فكيف بالذي علم ابنه الصلاة وعلمه الصوم وأدبه آداب الشرع وكان سببا لتحفيظ القرآن؟ فأقول لأختي الكريمة لأخت أم محمد بارك الله فيها، نعم لأمك ثواب على فعلك هذا وعلى طاعتك لله سبحانه وتعالى، فالذي ينشأ على الخير من كان سببا في نشأته على الخير أخذ من ثوابه ولا ينتقص من ثواب الفاعل شيء. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. كنا صحر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم افضلي. أخت بنتي حامل في الشهر التاسع، والدكتورة قالت لها في الشهر ده. طب هي تطلع دلوقتي فلوس على الصيام وتصوم بعد كده، ولا تطلع فلوس بس؟ نعم حاضر، تسمع الإجابة. أسأل الله أن يتمم لها بخير. الله يرحم الشيخ. الله أسأل الله أن يتمم حملها على خير ويرزقها ذرية صالحة حاملة لكتاب الله سبحانه وتعالى. أختنا الحاجة سحر تسأل وتقول أن ابنتها حامل في الشهر التاسع، هل عليها أن تخرج مال أو أن تصوم؟ احنا قلنا الأعذار المبيحة للفطر نوعين: عذر متصل وعذر منقطع. المرأة الحامل التي أفتاها الطبيب أو أفتتها الطبيب الثقة صاحبة الدين التي لا تماري في دين الله أن صومها سيؤذيها ويضر جسدها، ينبغي عليها أن تفطر طاعة لأصحاب الذكر، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على القوم وهم يؤبرون النخل فسألوه، فاجتهد صلى الله عليه وسلم بما يعلم من شؤون الدنيا، فإذا بالنخل في هذا العام لم تنبت نباتا طيبا على عادتهم، فقال: يا رسول الله، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالطبيب هو يعلم بأمر الدنيا، فإذا أفتى الطبيب المرأة أنها لا تصوم لأن الصوم سيؤذيها وسيقعدها ويصيبها بالمرض الشديد الذي لا يتحمل ولا يطاق، فعليه تفطر هذه الأخت الكريمة. يا أخت سحر، اجعلي بنتك تفطر شهر رمضان ثم تقضي بعدما تلد بإذن الله سبحانه وتعالى. هيجي واحد يسأل: ما هي بعد ما تلد هترضع؟ أقول له العذر ما زال مستمرا. إذا أرضعت سنتين كاملتين وقال الطبيب أنها لا تصوم في رمضان، يسر الله عليها وخفف الله عنها، فلا تصوم حتى تفطم هذا الرضيع. فعليها يا حاج سحر أن تصوم هذه الأيام بعدما ينتهي عنها عذر الحمل وتلد بإذن الله سبحانه وتعالى، وتصوم هذه الأيام الثلاثين من شهر رمضان إما مجتمعة وإما متفرقة. صوم اثنين وخميس، ولها أن تصومها في أيام الشتاء. شوف تخفيف ربنا، الله يخفف عن الناس. أسأل الله أن يخفف عنا وأن يرضى عنا وأن يرضينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحد الإخوة يسأل عبر رسائل جهاز الرسائل القصيرة، يقول: ما حكم من جامع زوجته بعد أن طلقها 3 مرات؟ إذا كان قد طلقها 3 مرات بالطلاق المعتبر شرعا، وهو الطلاق الذي يقع به الطلاق، والطلاق الذي تبين به المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أسأل الله أن يعافينا وأن يحفظنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ إخواننا. هذا الفعل منك فعل الزنا، أسأل الله أن يعافينا. هو طلق زوجته 3 مرات في مجالس مفترقات، طلاق صريح ينوي به الطلاق، طلاق يعقد به النية، ليس بطلاق المجنون ولا بطلاق الغضبان ولا بطلاق المعلق على شرط، ثم جامع زوجته. ايه الجنان ده؟ هذا يسمى جنون، هذا يسمى تلاعب بالدين، هذا يسمى ابتعاد عن منهج السماء، هذا يسمى افتراء على دين الله سبحانه وتعالى. المسلم ينبغي عليه أن يكون وقافا، فعليه أقول أن هذا الفعل من هذا الرجل فعل الزنا، أسأل الله أن يعافينا. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد، أستاذ أحمد اتفضل. إن شاء الله. ازي حالك يا شيخنا؟ ازيك يا أخ أحمد، كيف حالك؟ والله بدي أسألك في حاجة كده. حضرتك أنا شغال في قطاع خاص. نعم. بنام الساعة 12 وبصحى الساعة 5، فأنا بتسحر قبل ما بنام. نعم. ما بصليش الفجر، بصلي الساعة 5 بعد ما بصحى يعني. طيب بتلحق الفجر قبل طلوع الشمس يا أستاذ أحمد؟ إن شاء الله. طيب ما تعرفش يعني هل يتعذر عليك أن تدرك الفجر في وقته؟ لو صحيت صليت الفجر مش هعرف انام تاني من الساعة 3 للساعة 5 ساعتين. يعني انت بتشتغل من الساعة 5 للساعة كام؟ انا بنام الساعة 12. تمام. وتصحى الساعة 5 عشان تمشي على شغلك؟ الساعة 5 ونص.
طيب تقبل نصيحتي يا أخ أحمد؟ ان شاء الله. يا ريت تصحى بدري شوية عشان تصلي الفجر قبل وقت الشروق. استيقظ مبكرا قليلا حتى تدرك صلاة الفجر في وقتها قبل وقت الشروق. أشكرك يا أخ أحمد، جزاك الله خيرا. وأنا أكمل لك الإجابة. أقول أن أوقات الصلاة على فروع: وقت إباحة، ووقت جواز، ووقت كراهة، ووقت حرمة. أقول تاني: وقت إباحة اللي هو أول الوقت، ووقت جواز اللي هو بعده، ووقت كراهة اللي هو بعده، ووقت حرمة اللي هو الصلاة في آخر الوقت أو بعد انتهاء يعني يصلي العصر أما المغرب يأذن، ويصلي المغرب لما العشاء تأذن، هذا يسمى وقت حرمة. فأنا أقول لأخي أحمد إذا كان يعمل بهذا العمل وهو عنده عمل شاق، أقول له انوي واعقد نية الصوم كل ليلة، إن أخذت بمذهب من قال يجب أن تعقد النية كل ليلة قبل أن تنام، وتصحر بنية هذا الأمر قبل أن تنام، واضبط يعني جهاز المنبه، واستيقظ قبل وقت الشروق حتى تدرك الفجر في وقته، وهذه ضرورة لك ولا يقاس عليها فعل غيرك من الناس. أما أن كل واحد يعمل كده وهكذا، لا، الصلاة لوقتها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال: الصلاة أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وفي رواية أخرى قال: الصلاة أول وقتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخونا هيثم، كيف حالك يا أخ هيثم؟ أنا دلوقتي يعني اتخانقت مع زوجتي، ويعني حلفت عليها بالطلاق إن هي ما تطلع من الشقة أو من البيت مرتين يعني، وجا والدها حلف بالطلاق وخدها معاه، ويعني ورجعها لي بعد نص ساعة كده. إيه يعني مشكلتي دلوقتي؟ ممكن أعرف بس الحل؟ والدها حلف بالطلاق إن هي ياخدها ويخرج. وخدها. طيب يا أخ هيثم، معاك يا فندم. حضرتك دلوقتي أنت أخطأت في حلف الطلاق على زوجتك. تمام. أنا ما كنتش عايز إن هي تطلع من البيت، وأنا عارف إن أنا غلطت. يعني مهما يكن ما تخليش الطلاق يعني هو الشيء اللي يخلي زوجتك تسمع كلامك. خلاص ماشي. تمام. الأمر الثاني: هل أنت كنت تقصد بالطلاق أنك ستطلق زوجتك إذا خرجت من بيتك؟ يعني انا ما كنتش عاوز ان انا عاوزه، يعني ايه ان هي برضك ان انا عاوزها، انا عاوزها مش عاوزها. هيثم، اخ هيثم، خلي بالك ربنا هو اللي شايفك وهو اللي سامعك، وانا احسبك من الصادقين. خليك مبصر لنفسك وجرد قلبك، انت كانت نيتك ساعتها ايه وما تخافش. تمام. هل نيتك كنت انت فعلا هتطلقها لو خرجت وما كبرتش بيك، ولا نيتك حاجه تانية؟ لا، انا نيتي ان هي ما تخرجش من البيت، انا عاوزها اصلا. طيب لو خرجت هتطلقها؟ يعني نيتك ان هي ما تخرجش من البيت انت عايزها. طيب لو ما سمعتش كلامك، ايه اللي وقع في عقلك؟ انك انت هتطلقها، انك ستطلقها يعني؟ لا، ان انا ما اطلقهاش خالص. يعني انا مش عاوز ان هي كانت زعلانه وانا اتخانقت معاها واتعصبت عليها ان هي ما تطلعش بس بره. يعني ان انا كانت يعني معلش سامحني انا بحب اتك في ايمان الطلاق بالذات، لان هذا دين نحل لك فرج، يعني لابد أن نحل لك زوجة. يعني أنت ما كانش في نيتك أن أنت هتطلقها لو خرجت، بس بتهددها وتخوفها. ايوه، ان انا في نيتي ان انا ما اخرجهاش، يعني ان انا ما اطلقهاش خالص. بس يعني أنت مش في نيتك الطلاق، بس بتخوفها. ايوه تمام كده. تقسم بالله على هذا. اقسم بالله على هذا. أقسم بالله أني لم أكن أقصد الطلاق في هذا اليمين. طبعا أنت بقى أقسم بينك وبين نفسك وأنا هجاوبك. أولا، حينما يأتي الإنسان بينه وبين زوجته مشاجرة، بيخانقوا مع بعض، بيشدوا مع بعض، وأبو البنت جه، أنت بتحلف بالطلاق ليه؟ الرجل مش محتاج لأيمان الطلاق حتى يكون قيم على بيته. الرجل بنظرة عينه تستجيب له زوجته، بكلمة طيبة تلين له امرأته، بهدية يعني نفيسة أو قليلة يقود هذه المرأة. سيدنا عبد الله بن عمر قال: البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين.
أنا هجاوبك يا أستاذ هيثم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أخونا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يسلمك. كيف حالك؟ بقول لحضرتك يا شيخ الوقت أنا بحب مراتي وكله بس. طب يا عم حب زوجتك ربنا يهديلكم الحال. اما خليه يخش تاني يا أستاذ هيثم، ولا أنت يا صايم بقى مش عايز تدخل حد؟ هو يعني عيب إن واحد يقول بحب زوجته؟ الراجل بيحب زوجته يا أخي، سيبه يكمل السؤال. أستاذ هيثم صايم المخرج فمش عايز يعني ربنا يتقبل منه. أقول لأخويا مصطفى عاود مرة تانية، اتصال قطع من عنده وليس من عندنا نحن كما قال أخونا هيثم. أقول للأخ هيثم المتصل يعني عامل زوجتك بحسن. ربنا بيقول وقولوا للناس حسنا. انت يا أخي لو شغال في شركة بتعامل مديرك في العمل ازاي؟ انت لو شغال في وزارة من الوزارات بتعامل الوزير بتاعك أو وكيل وزارة ازاي؟ إذا كنت أنت تستطيع أن تتعامل مع رئيسك في العمل وتستجيب لأوامره، أفلا تستطيع أن تحسن الكلمة إلى زوجتك؟ لما يكون واحد سالف منك فلوس وانت بتحب مالك ده ومش هيجيلك، تكلمه كلمة طيبة، تتحايل عليه، تزق عليه حد عشان ايه؟ تعرف ترد مالك. فكيف بزوجتك التي أنجبت منها أولادك وكشفت عليها في الحلال؟ مش كل حاجة يحصل مشكلة في البيت نجد الراجل يحلب بالطلاق، هذا أبدا لا يصح. واللي زاد الأمر يعني شدة أننا في أيام رمضان، واللي زاد الأمر شدة أشد إن والدها جه وحلب بالطلاق إن ياخدها. رحم الله الآباء ورحم الله الرجال وبارك الله في من بقي منهم. كان الأب زمان لما بنته تزعل زوجها يقول لها اقعدي في البيت لا تتركي بيت أبيك. النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نسمع هذا السؤال ونكمل. السلام عليكم أخونا مصطفى. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ تمام الحمد لله. الاتصال قطع من عندك انت، اتفضل. والله بص يا شيخ انا بحب مراتي وكله، بس في مشاكل كده بتحصل نهار على طول كل شويه. تمام. السؤال تمام. وعلى الفاضي والمدينه كده بنشاكل على طول مع بعض، فمش عارف اعمل ايه يا اخ مصطفى. ايوه اخر مره دعت لها وانت ساجد امتى؟ لسه النهارده العصر. ما شاء الله. طب اخر مره اشتريت لها هديه؟ بس في بقى انا كمان اللي واقع في مشاكل مع اهلها. نعم. اخر مره اشتريت لها هديه من اول رمضان كده. ده انت زوج طيب يا اخ مصطفى. بس انا تملي بقى في نهار مع اهلها، فاعمل ايه؟ عايز ارتاح. صلى على رسول الله. عايز ارتاح. انا هجاوبك عبر التلفزيون. اتفضل. عليه السلام. احكي لك حكايه كده صغيره وتفسرها لي. انا سامعك، اتفضل. طيب يعني انا مثلا جالي جواب شقه، جيت ابص لقيت نسايبي زعلانين، مفيش الا مراتي بس هي اللي فرحانه ليا، انما اهلها زعلانين مني. نعم. ليه بقى؟ ما يعرفش. ادعي لهم بالهدايه يا اخ مصطفى. ادعي لهم بالهدايه. انا هجاوبك ان شاء الله، احاول انصحك عبر الشاشه ان شاء الله، وربنا يبارك فيك يا اخ مصطفى ويحفظك. يعني اقول لاخينا هيثم المتصل الذي تكلم عن المشاجره حدثت بينه وبين زوجته، ان هو حلف بطلاق انها ما تخرجش، وجاء ابوها من بره وحلف واخر بالطلاق ان ياخدها بالعافيه. يعني اي عقول هذا؟ اذا كان الابن الصغير في السن اللي هو ابنك زوج بنتك اخطأ وحلف على مراته بالطلاق، انت راجل كبير ما تغلطش نفس الخطأ. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. مرحبا، اهلا وسهلا. استفسرين بس بصوت كده بعد اذن حضرتك يعني. اتفضل يا اخ محمود. الله يخليك. الحمد لله. طب والدتي اللي بتاخد ادويه ضغط وسكر وقلب، هي بتقدر رمضان اللي فات كان خفيف شويه، بتقدر تصوم. السنه دي الدكتور قال لك لا ما ينفعش صيام عشان خاطر ايه؟ جرعات كبيره وما ينفعش لها صيام. فهي كفاره بقى. الكفاره تطعم عن كل يوم اطعام مسكين يا استاذ محمود. عن كل يوم. تمام. بس بعد ما اليوم يخلص. تمام. يعني بعد ما اليوم يخلص. صار تاني بعد اذنك. اتفضل. مراتي وفيت بقى لها شهر. نعم.
مراتي ولدي بقى لها شهر يعني، فايه حكم صيامها دلوقتي لو صامت؟ فهي لسه فتره النفاس لسه ما خلصتش، لو صامت دلوقتي ايه حكمها؟ لو قدرت تصوم يعني. يا أخ محمود، النفاس رفع عنها أم ما زال موجودا؟ دم النفاس. نعم. الدم بتاع النفاس موجود عندها ولا رفع؟ بقاله اسبوع. نعم. الدم اترفع بقاله اسبوع. الدم اترفع بقاله اسبوع. اجعلها تصلي وتصوم. خليها تصلي وتصوم يا محمود، انا هجاوبك عبر الشاشه. هسمع حضرتك من التلفزيون. هسمع حضرتك من التلفزيون. حاضر يا اخويا، حاضر. جزاك الله خير، ربنا يتقبل منك يا اخ محمود. فانا اقول لهذا الاب الذي حلف ان ياخد بنته اتق الله، واوصي الاباء ما تخربوش على بلدكم. واقول لاخويا هيثم، ما دام انك حلفت وقلت انك لم تقصد الطلاق في هذا اليمين، وانت المسؤول عن هذا الكلام امام الله سبحانه وتعالى، فعليه هذا يمين معلق على شرط لم يقع، قد وقع الشرط. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا اليمين إذا لم يقصد به صاحبه الطلاق عليه إطعام 10 مساكين. فيا أخ هيثم، تب إلى الله وروح هات زوجتك، من بيت أبوها وصالحها واتق الله فيها، وصالح حماك وأحسن إليه حتى وإن كان هو أخطأ في حقك، وأطعم 10 مساكين، وهذا الطلاق لم يقع. أخويا مصطفى بيقول إن هو بيحب زوجته وبينه وبيننا سايبه مشاكل. يا أخي، يعني لو أن أنت تحب زوجتك، وأنا أحسبك صادق في هذا وأظنك صادق في هذا الحب، تحمل أهله، تحمل هؤلاء الناس، تحملهم. بكرة تبقى أب وعندك بنات متجوزين، فما ستفعل مع أهل زوجاتك من خير سيفعل لك من خير إن شاء الله. السلام عليكم أخونا حسين. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ حسين، اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، أنا ليا سؤال بس عن حضرتك. أنا كنت مروح من الشغل وكان في جماعة قاطعين الطريق، ومن ضمن الجماعة اللي قاطعين الطريق ده كان في أخ بدقن ملتزم، المفروض بجلباب وبدقن. فأنا سألته يا عم شيخ كده ما يصحش عشان إعطاء الطريق حقه، ولا ضرر ولا ضرار. وهو كان بيحرض الناس إنهم ما يفتحوش الطريق للناس، والطريق المقفول فيه أكتر من كيلو عربيات على الجنب اليمين والجنب الشمال. نتكلم فيه بالراحة، نتكلم فيه بالاسلوب الكويس. ما كان السبب ايه يا استاذ يا حسين؟ سبب قطعهم الطريق ايه؟ كانوا قاطعين الطريق عشان في هم صيادين وتقريبا في ناس بتسرق الغزل بتاعهم، فراحوا للحكومة والحكومة ما عندهمش حاجة فقطعوا الطريق. نعم. وبعدين طبعا قعدت اكلمه واحدة بالراحة بالدين بالمفيش. بعدين لما وصلت للمرحلة بقى خلاص اتنفذت، فخلاني خرجت عن شعوري وقلت له انت كافر، انت بدقني لكن انت كافر، انت كده بتأذي ملايين الناس وراك يمينك وشمالك. استغفر ربنا يا اخ حسين من هذه الكلمة. اخ حسين، طيب قال له انت كافر. طيب هتسمع اجابة يا اخ حسين، وربنا يهدي لك الحال يا رب، يصرف عنا الكرب ويحفظ مصر من كل شر. فاقول لاخويا مصطفى، يعني استحمل نسايبك وعاملهم كويس، ربنا سبحانه وتعالى سيقلب عداوتهم لك صفاء، وسيقلب بغضهم لك حب. النبي عليه السلام واحد قال له يا رسول الله، حديثه في الصحيح، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأعطيهم ويمنعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال إن كنت كما تقول، إن كنت أنت فعلا بتحسن لقرايبك ونسايبك وهم بيؤذوك، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك جايب جمر من اللي بيتولع بيه وبتأكله لهم، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم، ربنا ينصرك ويخليهم يحبوك ما دمت على ذلك، أي ما دمت على البر. فأنا أوصيك يا أخ مصطفى بحبك لزوجتك، هذه أم أولادك، أحسن إلى أهلها وإن أساءوا إليك، أوصلهم وإن قطعوك، أعطيهم وإن منعوك، ابتسم في وجوههم وإن قطعوك. ده النبي عليه السلام يقول خير الصدقة على القريب الكاشح أو الكالح. معنا اتصال. السلام عليكم. أخونا إبراهيم، أختنا أم إبراهيم، السلام عليكم. اتصال قطع، يا ريت تعودنا مرة تانية إن شاء الله. أما أخي محمود الذي تكلم عن أمه المريضة، فأنا أقول لك يا أخي محمود، خلي أمك إذا كان عندها مال خاص بيها اخرجوا من مالها إطعام مسكين، والأولى في الإطعام أن يخرج طعام،
الأولى في الإطعام أن يخرج طعام، لأن ربنا لو أراد بالفدية المال لنص على ذلك في القرآن الكريم. والله هو الذي علمنا البلاغة وعلمنا كيف نتكلم، وأساليب اللغة الله هو الذي أنزلها وعلمنا إياها. فالإمام مالك كما قال الإمام القرطبي قال لو أن الله أراد القيمة لذكرها نصا في كتابه. اخرج، شوف انت دور على واحد مسكين عنده 5 6 أولاد وأطعمهم كل 5 6 أيام، اعمل لهم أكل يكفيهم فطار وسحور، أكل يطعمهم ويشبعهم. أسأل الله أن يشبعنا ويشبعهم جميعا إن شاء الله وجميع أمة الإسلام الأغنياء والفقراء. أما المرأة صاحبة النفاس يا جماعة باختصار شديد وبلغة سهلة خالص، النفاس لا حد لأقله. ممكن امرأة تلد بلا نفاس، وممكن تكون مثل المرأة التي تلد ولادة قيصرية ربما أحيانا لا ينزل منها دم. هل هذه نقول لها اقطاعي الصلاة والصوم؟ لم ينزل منها دم. لا حد لأقل النفاس. وذلك كان مشايخنا في الأزهر يعلمون هذا، قال وأما النفاس فأقله فلا حد له، وأما أكثره فقالوا 40 يوما، وقال بعضهم 60 يوما. لا، اشتهر بين الناس على سبيل الخطأ في هذا الزمان ان المرأة الذي تلد لازم تفضل 40 يوم لا تصلي ولا تصوم ولا يقترب منها زوجها، وهذا كلام خطأ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إذا انقطع الدم عن المرأة وارتفع الدم عنها، وهذا في كتاب الشرح الممتع وفي كتاب مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين. وذكر هذا الإمام العلامة ابن قدامة في كتاب المغني لما تكلم عن أقوال العلماء في أعلى وأقل نسبة دم النفاس، وتكلم عن هذا الأمر أيضا الإمام النووي في كتاب المجموع وذكره جمع الأئمة. وأنا هكمل معك أخ محمود بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أخونا أحمد. مرحبا، اتفضل. الله يبارك فيك يا أخ أحمد. أنا امبارح. السلام عليكم يا عم الشيخ. يا ريت تقفل التلفزيون يا أستاذ أحمد وكلمني من الهاتف، كلمني من التليفون. بارك الله فيك. نعم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أخويا عنده مصنع وأنا بحمل بالمصنع ده. نعم. امبارح حصل مشكلة فحلفت بالطلاق بالثلاثة إن أنا مش هحمل من المصنع ده. وبعت صديق لي يحمل امبارح باسمه. نعم. فأنا كان حصل مشكلة امبارح مع أخويا، وأخويا ده عنده مصنع وأنا معايا عربيات بحمل من المصنع. أنا أفهم السؤال. فأنا لما حصل مشكلة حلفت بالطلاق بالثلاثة إن أنا مش هحمل من المصنع ده. فبعت صديق لي امبارح حمل باسمه هو. يعني انت كان قصدك انت ما تروحش بنفسك تحمل. ده كان مقصدك في اليمين يا اخ احمد؟ اليمين ان انا احلف بالطلاق بالثلاثه ان انا ما احملش. لا انا فاهم، انا فاهم انت حلفت الطلاق بالثلاثه. مقصدي السؤال اللي انا عايز اساله لك يا استاذ احمد. اتفضل. ان يعني حتى اخونا هيثم المخرج الله يبارك له بيقول لي في التليفون في السماعه، هل مقصدك ان عربياتك ما تحملش ولا انت ما تروحش بنفسك؟ لا، ما انا كان حلفان امبارح ورحت حالف عليا الطلاق بالثلاثه ان انا ما احملش من مصر. هل المقصود ان عربياتك ما تحملش ولا انت شخصك ما تروحش؟ انا نفسي ما احملش. انت كشخص، لكن عربياتك تحمل عادي؟ ده كان واقع يمينك كده؟ تحمل بس باسم واحد تاني. لا انت ساعه ما حلفت اليمين يا استاذ احمد كان مقصدك ان انت ما تروحش بس ولا عربياتك اخرى ما تروحش؟ عربيات الاخر ما تروحش. كان نيتك ان عربياتك ما تروحش برضه؟ ساعه اليمين. خلاص انا فهمت السؤال. ولا اي حاجه من مصر. طيب يا حبيبي، انا اسال الله ان يتقبل منك صومك. ويا اخ احمد، يا اخ احمد زوجتك ما ذنبهاش حاجه. لا تحلف على زوجتك بالطلاق في امر هي ليس لها فيه ذنب وليس لها به شأن. هي ذنبها ايه؟ هجاوبك بس ما اكمل سؤال اخونا محمود. فالمرأة النفساء التي ولدت اذا طهرت بعد 5 ايام تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. 10 ايام مثل هذا الامر. 20 يوم 15 لا حد. طب قدر الدم فضل مستمر، وقف العلماء منهم قال 40 يوم، بعد كده بتاخد احكام المستحاضة. تمام؟ منهم قال 40 يوم وتاخد احكام المستحاضة.
ومنهم من قال 60 يوم وتاخد أحكام المستحاضة، والذي عليه كلام كثير من الأئمة إن هي 40 يوم، بعضهم قال 60 يوم، بعضهم قال إن كانت مخلفة بنت 60 كانت مخلفة ولد 40. لكن اللي يخصك يا أخ محمود في الموضوع ده، طالما أن زوجتك طهرت فاجعلها تصلي وتصوم وتأتي ما حرم عليها قبل النفاس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي صديق، كيف حالك؟ الحمد لله. ممكن أسألك سؤال يا فضيلة الشيخ؟ فوق رأسي، اتفضل. أنا كنت مريض في رمضان بيومين 3. مريض في رمضان السنة دي؟ نعم. وفطرت أول يوم. فطرت أول يوم؟ لكن الحمد لله الحمد لله وصمت امبارح والنهارده. بعد رمضان يا أخ صديق صوم هذا اليوم. يا أخي صديق. طيب اتصالك قطع. الإجابة عليك بسرعة. بعد أن تنتهي من رمضان ويعني ويذهب على خير وثواب إن شاء الله لنا جميعا، صوم هذا اليوم يا أخ صديق، فأنت صاحب عذر بالمرض وقد زال عنك العذر. أخونا حسين بارك الله فيه يسأل ويقول أن الناس كانوا يقطعوا الطريق. أنا أسألك سؤال يا أخ حسين، هل كل واحد مربي لحيته يبقى مستني بسنة سيدنا النبي؟ هل كل واحد مربي لحيته يبقى مستني بسنة النبي عليه السلام؟ ليس بشرط. وهل كل واحد ادعى أنه يلتزم بهدي النبي هذه لا معنى أنه ملتحي؟ لو كان فعلا راجل صاحب دين ما يعملش كده. صاحب دين ما يعملش كده. وما يدريك أن واحد داخل عشان يشوه صورة الإخوة الملتحين. اللحية هذه هدي النبي، ده هدي سيدنا النبي. اللي يمشي على هدي النبي فوق دماغنا. اللي يلتزم بآداب النبي هذا هو الذي قد التحى حقيقة والتزم هدي ظاهر وهدي باطن. أما أن يقطع الطريق فهذا كلام لا يحق. وأنا أبلغ عبر رسالتك يا أخ حسين هذه، أقول للدكتور محمد مرسي سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، الأزمات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية أزمات مفتعلة، وأنا أركب على الطريق يوميا. عند الدائري في قليوب الطريق الزراعي بيوقفوا يوميا 10 أتوبيسات في أضيق مكان في الطريق، يفضل الطريق مسحوم لحد طوخ، وهكذا من الناحية الأخرى. وسألت كثير من الإخوة قالوا أن هذا يحدث على كثير من الطرقات. اضرب بيد من حديد ونحن ندعو لك ونحن خدم بين يديك. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الحبيب. كل عام وانت بخير يا شيخ. يا أخي صالح أصلح الله حالك وحالي. تفضل. بقول لك يا شيخ دلوقتي أنا بشتغل في شركة خاصة في رافع صرف صحي. نعم. ما خلي بالك المحطة شغالة أوتوماتيك. نعم. تمام. فيها 3 ورديات. تمام. انا الورديه بتاعتي شغالين 3 انفار ومظبطين الورديه مع بعض، يعني كل واحد يومين او 3 ايام في الاسبوع هكذا، ويوم الجمعه بنبدلوهم مع بعض. نعم. سمعك. فلما انا اشيل زمايلي طبعا في اليومين اللي انا شغالهم فبمضي لهم. يا اخي صالح انت تعاقدت مع الحكومه ان توقع في الدفتر 3 ايام في الاسبوع، بتريح منهم يومين وتيجي يوم، مش ده مقصدك؟ وتشيلوا بعض. سمعني. الدفتر حضور وانصراف يا شيخ، الدفتر حضور وانصراف طوال الاسبوع. احنا شغلنا واخدين يومين في الاسبوع اجازه. القانون يا استاذ صالح احسبك من الصالحين، احسبك رجل طيب. انت القانون بتاع العمل بيقول لك امضي كم وقت في الاسبوع؟ 5 ايام. بس انا ما عنديش فكره بس بالعقد. انا ما راجع شروط العقد والتزم به كما امر الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، فلا تفعل ما يخل بشروط العقد الذي تعاقدت عليه. ربنا يتقبل منك يا اخي.
فأقول لأخي حسين ليس كل ملتحي واحد رب لحيته، ومش لازم يبقى أخ. الثورة قايمة بقى لها كام سنة؟ كام واحد التحى؟ كام واحد ادعى الالتزام من أجل أن يلوث وأن يعني يشوه صورة الملتزمين والملتحين؟ فيعني لكن قطع الطريق هذا لا يصح. انت ليك طلبات وليك أمور. ما ذنب الناس؟ ما ذنب المرأة الحامل التي يموت منها الجنين وهو في بطنها لأنها مش عارفة توصل للمستشفى؟ ما ذنب مريض القلب الذي يموت لأنه لا يجد الطريق الذي يصل به إلى المستشفى؟ معنا اتصال. السلام عليكم أخي الدكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ كل عام وانت بصحة وعافية يا رب. بارك الله فيك دكتور أحمد. الله يعزك ويعز بك الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. وبكم بارك الله فيك. وبس يعني هو سؤال بعد إذن حضرتك، يعني هل يصح أن يكون القرآن الكريم ذكور خلفه؟ هو ده السؤال. يقول يا فندم؟ يعني قدرة لنا وأنا أستاذ شريعة إسلامية، القرآن الكريم لم ينزل حتى يكون ذكور في حركات خلف مقدم البرنامج. إذا نظرت خلفك وجدت آيات القرآن الكريم. والله أنا مش ده لا ذكور مصطنع يا دكتور أحمد، ولكن لا يحق أن يكون فيه كلمات قرآن. خلاص احنا ان شاء الله ننبه اخواننا يا اخ هيثم. كامل احترامنا للدكتور عاطف وكامل احترامنا لهذا العلم الفائض، يجب ان نكون قدوة لكل مسلم. حاضر يا اخي، نصيحتك فوق رؤوسنا يا دكتور احمد. للزينة ولا يوضع على واجهات المحلات. احسنت هذا كلام موجود عند الامام ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم وذكر علامة القرطبي. لكن عايز منك طلب يا دكتور احمد، سيب تليفونك عشان نستفيد منك في قناة الحافظ. يا سيدي انا صاحب برنامج سورة رمضانية وبرنامج وضوح، انا زميل معكم في قناة الحافظ. فوق رؤوسنا يا اخي، ده انت صاحب القناة. وأغير على هذه القناة، يعني أنا أصدقاء طلبين الآن ولم أتنظر إلى هذه الملحوظة. دكتور أحمد لما يعني كنت تقول لنا بيننا وبينك سرا فتنصحنا في السر، جزاك الله خيرا. طلب مني أن أقول هذا لأن أعتقد أن أنا سكوتي سيكون مجاملة ولا مجاملة في الدين الزيف. أحسنت يا أخي، أحسنت يا دكتور أحمد، بارك الله فيك. هذه قناتي وأنا أحبها نشهد الله لله. نعم بارك الله فيك. نشكرك، رسالتك وصلت لاخواننا القائمين على البرنامج ويحاولوا يعالجوا هذا الامر ان شاء الله. اشكرك على غيرتك الطيبه يا دكتور احمد، جزاك الله خيرا. نجاوب بس الاخ حسين. اقول لك يا اخ حسين، لا يصح ان تقول لرجل مسلم انت كافر. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد باء بها احدهما. فلا تقل استغفر ربك، وحاول ان تبحث عن هذا الاخ واستسمحه وطيب خاطره، وهو قد فعل خطأ وارتكب أمرا ممنوعا شرعا. أقول للناس: يا من تقطع الطريق، الله سبحانه وتعالى سيحاسبكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل مر على ظهر طريق فوجد غصنا فرفعه فغفر الله له، عشان شوكة رفعها من ظهر الطريق ربنا دخله الجنة. فكيف بالذي يفعل أزمات مفتعلة ليسقط المشروع النهضوي الإسلامي في مصر؟ هل هذا يحق؟ أخي أحمد، أنت يا من قلت علي كذا من زوجتي مانيش شايل من المصنع ده شيء. أقول لك يا أخي الكريم، هذا يمين معلق على شرط يرجع فيه إلى نيتك، وأنت أتمنى أن أنا أتواصل معك وأسألك عن النية، فحاول تتصل بنا بعد الهواء مباشرة حتى لا أجيبك إجابة أسأل عنها أمام الله تعود لك زوجتك وتبرأ من يمينك وأعاقب أنا عليه. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. وأشكر أخي الدكتور أحمد يعني على نصيحته الطيبة، وأسأل الله أن يجمعنا به على خير وأن يبارك فيه. وفي ختام هذه الحلقة أيها الأحباب الأكارم، وأظن أن الوقت الحلقة أوشك على الانتهاء. انتهى نعم. يعني أشكر إخواني القائمين على هذه القناة المباركة، وأخص بالشكر أخي وحبيبي وأستاذي الدكتور عاطف عبد الرشيد وجميع الإخوة العاملين معه وجميع الإخوة الذين خلف الكاميرا وأخينا المخرج هيثم كمال. وأشكركم جميعا على حسن المتابعة. أسأل الله أن يتقبل منا صومنا وأن يتقبل منا رمضان وأن يتقبل منا الصيام والقيام. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات،
لا تنسونا من صالح دعائكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرة عملي.